2016. ما شاء الله ما شاء الله. وهو يراقب في الأنثى وهي تتلاعب بالقطن وتقوم بتنظيم العش. ما شاء الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ملاحظة، نحن اليوم تقريبا في اليوم 28 أو 29 من ولادة الفراخ، وها هم أصبحوا متعودين على الأكل لوحدهم. ما شاء الله ما شاء الله. وها هو أحدهم يأكل البيض لوحده. ما شاء الله ما شاء الله. نلاحظ هنا هم بصحة جيدة، والأنثى تواصل إكمال العش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هذا الزوج الآخر الذي هو في بداية التزاوج، مع العلم لديهم الآن حوالي 3 أيام مع بعض فقط. تواصل الأنثى عمل العش، والذكر يقود في نفسه. ما شاء الله 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 ما شاء الله. هو الذكر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ذكر ما شاء الله روعة. حتى الآن في هذه الصبيحة ما شاء الله قد لقحها تقريبا 4 مرات وما زال يواصل. وسننزعه بعد قليل ليقوم بالاعتناء بالفراخ في الجهة الأخرى. ما شاء الله. كما لاحظنا الآن طائر الكناري يطارد الأنثى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كما لاحظنا في هذا اليوم الأنثى بدأت
مزعج من الفراخ في هذا اليوم، وعن قريب سنقوم بسحب الفراخ إلى قفص آخر لكي تجد الأنثى راحتها. الأنثى الآن لا تقبل الفراخ تارة لأنها تخاف أن يقوموا بإفساد العش، ومع تعودهم على الأكل لوحدهم فبدأت تطاردهم حتى وراء الحاجز الفاصل في القفص. وسنقوم بسحبها إما اليوم أو غدا إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. نحن اليوم في 29 من رمضان المبارك. ما شاء الله ما شاء الله. نسمع صوت الفراخ تنادي، والمكانطات يدخل العش لكي يساعد في بنائه. ما شاء الله ما شاء الله. والأنثى تأكل وتطعم نفسها. صوت الفراخ ربما صغيرهم الذي يطلب الأكل. ما شاء الله ما شاء الله. أخوكم تيم مش إنتاج 2016